فالحين انا قاعد اقدر البس، يعني الكل لما يشوفني يقول حسين انت شو مسوي نازل وزنك، يسالوني يعني شنو الطريقه انت منزل وزنك وهذا، فيقولون ما شاء الله في تنزيل وزن يعني مبين عليك. فالملابس الحمد لله يعني عندي بالجيم اقدر البس، حتى الدشداشه مريحه يعني عندي، يعني خاصه منطقه الصدر والبطن يعني اللي هي اللي اكثر شيء نزلت، والوش شويه والرقبه. احس انا اخف اكثر بالرياضه اللي نزلته انا شوي، ساهم انه شوي يخفف الضغط على ركبتي. انا ليش الحين الموضوع شجعني انا اطمح انزل زياده، لان قاعد اشوف الفرق حتى على اصابه ركبتي وايد اخف الوضع يعني من لو اتكلم قبل شهرين يعني. لو في حد من ربع الدوام مثلا، هل تنصحه ان هو يبلش معانا من واقع تجربتك ولا لا؟ اي انصحه والله، يعني انصحه، هي مو بس تجربه، تسوي ريست حق مفاهيم اساسيه عند الشخص يعني. تبارك الله انتم الله يعطيكم العافيه، لو بنصح حد لا انصح يعني دشوا معك من برنامج كوتش عمر ودكتور عادل، راح يغير مفاهيم شوي زياده. امانه هو مو بس برنامج وهذا، هو متابعه، هو يعني طريقه سهله، سهل ممتنه يعني يعلمك في تعليم للمفاهيم، يعني في تعليم للأسس. ها كل ما أتكلم مع واحد أنصح إنه يدش معاكم، والله يعطيكم العافية، نفسياتكم جدا جميلة مع. يمكن أنا ساعات أوقات متأخر بالليل أسأل دكتور عادل على شيء على طول يرد، يعني ما في أي مشاكل يعني. ان البرنامج او التجربه معانا تستاهل قيمه الاستثمار بتاعه؟ مع النتائج الملموسة، لا الموضوع جدا مناسب. واللي عجبني بالبرنامج مالنا انه شوي فهمت طبيعه جسمي، فهمت الجدول الغذائي، في اوبشنز شويه زياده عندي يعني. هذا اللي كان مميز شويه، ان انا صرت مثقف اكثر يعني من هالناحيه. يشوفوني يطالعوني ما شاء يقول الله. بابا ايش فيك يعني، انت داش علينا بقوه يعني من هالسالفه هذه. انا الشيء المميز في برنامج هذا حافظنا على الكتله العضليه، هذا اللي انا حبيته بالبرنامج. يعني انا النادي ما دشيته صار لي فوق ال 20 سنه يعني ما دشيت. يا الله. الحين لا، اذا ما دشيت النادي يعني 3 مرات بالاسبوع احس في شيء ناقص، في ذنب بحياتي انا سويته يعني. المقاومه عندي، التحمل زاد، حتى النفس اليوم فما حسيت انه بيني وبين نفسي قاعد اقول الحمد لله، يعني في الاندورنس، التحمل شويه زاد عندي امانه. بالنادي قمت والله اشوف نفسي ازيد الوزن. حصلت اي تعليقات من ربع؟ يعني ربع الدوام وايد، يعني ربع الدوام اللي بالدوام اغلبهم قاعد يقولون حسين ما شاء الله، يعني انت في شيء قاعد تسويه استمر عليه يعني. حتى اللي ياخذ القياسات بالنادي يستانس وايد يعني، بفضل الله وفضل متابعتكم الحلوه.